قشنگ نه زاکریت کنیم نه زاکریت نمیشه عطمه نه زاکریت نمیشه ببین هرچی کال سالی شخصه شد چه؟ اینا کاملا جو اسمی نگردم دیا کالی کال فرماست شنه Ya sonra benim ekrandan da kurup yine umutkudan da kurup yine kuştan da kurup yine salondan da kurup pasvat enerji saklayın ki tamam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم نمایندگان عزیز، الله تعالی رو شکر که مورو پیرامید تنفی بهترین شب‌ها که شب‌های ماه رمضان است، الله تعالی نصیب‌دار گردانید. شکر. ما درباره داشتن ماهی که رمضان سخن می‌کردیم، حاضر همینجور از سوره همین رحمتی روی دهنده خواندیم. الله تعالی قصه موسی علیه السلام و فرعون را برای ما در قرآن کریم در سوره قصص میگوید که طاسیم اینها حرفهای مقطع هستند، معنیش را الله تعالی خودش میداند و دوامش میگوید که تلک آیات الکتاب المبین، این کتابی هست که برای تو ای پیامبر صلی الله علیه وسلم و برای مؤمنها یک نشانه، یک علامت آشکارا است. تا اینکه از همین کتاب مسلمان‌ها، انسان‌ها یک چیز آموزند و بینند برای اینکه وجود بودن الله تعالی حق بودگی شود. اما الله تعالی گفت تلک آیات الکتاب المبین، این کتابی است که برای بودن الله تعالی و نشانه بودگی همه چیز بودگی. یگان چیز مانده ایستاده در قرآن کریم الله تعالی بودگی. و دومش میگوید که نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. ما تو تلاوت میکنیم، یعنی میگوییم قصه که بین موسی علیه السلام و بین فرعون شده بود برای آن شخصانی که همین قصه موسی علیه السلام و فرعون را ایمانشان کرد، یعنی که باور کنند به الله تعالی. این کاری شدگی، کاری حق. الله تعالی قرآن رو میگه که در دیگر جاش لقد ما در حقیقت قصه ها رو برای شما ذکر میکنیم تا اینکه برای صاحب عقل ها این چیز عبرت باشد. لقد قصصهم عبرة لأولی الألباب. ما قصه ها رو برای شما میگوییم که تا اینکه برای شما عبرت باشد و شما زندگیاتون به کارتون رو دانسته کنید. دیگر جان الله تعالی كذلك نقص عليك من انباء ما، یعنی که ما تو قصه میکنیم که قصه های پیشینه میگه الله تعالی. ما كان حدیث یفترا، این قصه هایی که ما میگوییم این قصه های باطل نیست میگه الله تعالی. ولكن تصدیق الذی بین یدیه، این قصه ها را همش قصه راست است و تصدیق شده است پیش نزد الله تعالی. تا اینکه
برای شماها همین چیزها یادداشت شده باشند به الله تعالی. و گفت که ما قصه میکنیم برای شماها، قصه تلاوت میکنیم موسی علیه السلام و فرعون را. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. دوماش میگه که إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ما میگه فرعون روی زمین اندر میگشت، کلامگری میکرد، خودش بالا میگرفت، دعوی خدا میکرد. انا ربکم الاعلی میگه. سوره نازل به الله میگه که من پروردگار شما هستم، یعنی من خدا میگویم. اما الله تعالی گفت که فرعون روی زمین به وقتی که الله تعالی پادشاهی سلطنت داده بود، خودش کلام گرفته ایستاده من پروردگار میگم. و این چنین پسر بچه ها رو تا اینکه مال و ملکش از دستش نرود، پسر بچه ها رو میکشت و دختر بچه ها رو همچون کنیز گرفته می‌برد. یک شب روایت ها می‌دارند که همین فرعون خود ببیند که مال و ملکش یک شخص یک بچه گرفته. همین برآمده ایستاده برای احبار و رهبان میگه، اسرائیلی ها ملاها شما برآمده ایستاده میگه که اونطور من خواب دیدم. سنی وقتها یک فکر، یک خلاصه میکنیم و میگم که فرزندهای بنی اسرائیل همشه چون میکنیم خطرجا میرسونیم تا اینکه مال و ملکت عدستت نگیرند. همین وقتنده فرعون خانه هر یک کس به همین خیلی درجه بود که حاضر همین زندگی ما گیریم اگر بسیار پیشرفتگی میگوییم از همه جهت. لیکن همون دورانده همین خیلی بود که فرعون وقتی که زندگی میکرد مصر به تمام خانواده میدانست که کدام خواننده فرزندش چند تا هر دختر و پسر همچون میدونست. حاضر ما گیریم اگر با پیشروی همین خانه هر یک کس میگوییم گوییم هم یافته نمیکنیم. لیکن وای همین حالتان هم نمیدانست که خانه که من چقدر فرزند برای همین هم پسری فرزند چون میگه میکشید و دختر بچه های کنیز میگیریم. دومش به الله تعالی میگه که ما میگه وقتی که دختر بچه های میکشید، پسر بچه های میکشید، دختر بچه های زنده میمون، ما همین چیزها رو خواستیم که تا اینکه برای ما همین مسلمان ها همین چیز یادرس میکنیم. دومش گفت که الله تعالی و اوحینا الی ام موسی ان ارضعی. وقتی که موسی علیه السلام تولد شدن و موسی علیه السلام اکنون مادرشان چون کدام به حیران شد و از طرف الله تعالی الهام آمد. الهام یک دلش به همون کار میبیاد، اون کاری نیست. بنابراین همون کاری نیست، همه تحکیه میکنه و همون کار میکنه. اصلش موسی علیه السلام پدرشون، باباهاشون، بابا کدامشون یا همشون از کنعان میبودن. از کنعان. وقتی که یوسف علیه السلام دادرشون که میپرکن چاهبایو و یا همین که مصر رو میرن و اونجور عزیزی مصر یعنی سردار مصر میشن و بعد همین یعقوب علیه السلام و دادرشون رو جمع میزن همینجور آمدن بعد اینها زندگی کرده یعنی کنعانی ها بسیار میشن. کنعانی ها بسیار میشن. همین فرعون وقتی که پادشاه میشه همین کنعانی ها و تولد شدگی ها و گپای همین این خدا ما که گرمگر همین تو سای کلیدی فرستاده سخت میرسه. برای همین باقی حرکت میکرد غلام و کارهای دولتی استفاده نمیبود. فقط دویمین درجه آدم ساده شدن. برای اونی که مال و ملکی منه نگیرد فرستاده. و احبار و رهباناشان ملاهاشان تعبیر کرده گفتن که
یک روز نه یک روز آمون قانونی ها آمون عمدگی ها که بود نمیگن. همین وقتانده موسی علیه السلام وقتی که تولد شدن الله تعالی گفت که إذ أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله تعالی گفت که وقتی که تولد کردن مادر موسی علیه السلام أن أرضعيه فإذا خفت عليه اگر تو از وی یعنی مردنش کشته شدنش ترسی فألقيه في اليم دریا پرتاب فألقيه في اليم دومش بکن الله تعالی گفت که ولا تخافی ولا تحزنی تو اکن نترس غمگینم نشود. همین سخن الله تعالی بگر آدم تحمل کند اگر یک فکر کند اگر سخنهای پیامبر صلی الله علیه وسلم همین انسان اگر حیات با اونده غمگین نشود همین غمگینی اگر خودش رو راه نده بگر زندگیش نمی‌گذره. اگر همین غمگینی خودش رو راه کرده بگر روز بازگیش رو رفتن میگیره. ابو عموما الله تعالی روزی باشه مسجدی پیامبر صلی الله علیه وسلم عمری نشسته بودن. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم اومدن دیدن که ابو عموما سرش خم نشستگی بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که ها ابو عموما تو چوکات بودن من حبیس کردم توی چیزی حبس کرد توی چیزی داشتم که بیام هر نمازم بدم تا مسجد به شیشتی گفت که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت غلبتنی حمی و دینی گفت من گفت حمم گفت غمم گفت پرابلم های زندگیم گفت قرضام گفت همینجور داشتم که گفت برانده نمیتونم اینجا چون پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که من تو یک چیزی یادتیم یک کلمه دعای یادتیم که همون دعای اگر تو گویی همه پرابلم همه مسائل حل میشه. ولی رسول الله گفت پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلاء الدين وغلبة الرجال. همین دعای گفت. معنای دعا همین که پروردگار اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن من تو پناه می‌دارم پروردگار از غمی که حاضر هست و آینده می‌بینم. از همین من تو پناه می‌برم. والعجز والكسل ناتوانی تنبلی من تو پناه می‌برم. والعجز والكسل والبخل والجبن از ترسانچگی و از تنبلی من تو چون کنم پناه می‌برم. دومش گفتم که وغلاء الدین و غلبة الرجال از قرضداری و از نامردا که رو شدن. همین رو هم پناه میبرم. پیامبر صلی الله علیه وسلم تعلیم دادم. یک هفته بعد اومد که خرسان پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که ها زی شد. گفت که هم پرابلم هم قرضان همش حاصل رسول الله بود. ولی یعنی همین الله تعالی هم مادر موسی علیه السلام گفت که ولا تخافی ولا تحزنی تو نترس غمگینم نشه. ولا تخافي ولا تحزني اكون بغیر آنه که الله تعالی گفت که تو نترس و غمگین نشو با یک چیز دیگر چیزی اساسی این رادوه الیک و جعلوه من المرسلین ما گفت تو همین فرزندت گرانده میتیم با هم تو که گرانده نمیتیم همین چیزی نه گرانده نمیتیم تو گفت که پیغمبر که گرانده میتیم انا الله تعالی چه تقدیرات اندازش بینید که بگیم که العبد یفکر الخالق یدبر بنده فکر و خیال میکنه اون تو میکنم من فکر میکنم میخیزم میرم میمیام همه این کاراشه ویشه میکشد یکی دیگیشه خیلی میکدیگیشه الله تعالی باشه که سلام جامعه برای همین گفت که وقتی که تو تعالد کردی توی گفت دریا موند بعدی اونه که دریا موندی تو نترس غمگین نشو ما تو همین فرزندت گرانده میتیم با بولش پیغمبر کنیم سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الله دنیا آخرت ما رو آباد کن ان شاء الله مثل باشد ما میکنیم
رحمت خوری مثلا پروردگار تعطیل و تدعیم ظلمای درگاه بخبر و مستجاب گردانی آن سخن‌های یکی که از قرآن مجید بیان فرمودند هر یک ما شما عمل نمودن با پروردگار خدا قابل بگردانید و عاقبت کار جماعتمان به خیر بگردانید خالق خدا دادتان جان نصیحتشان عطا فرمایید خداوندا این ماشون به فیض و برکات عطا فرمایید آخر کار اهل جماعتمان به خیر بگردان پروردگار ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتك یا ارحم الراحمین. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو جذرة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن فلما نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهبة فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فنسله معي رضعي يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. فقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على التين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبروا وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم
كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى قرون البصائر وإني لأظنك ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر وإني لأظنك من الكاذبين فاستكبروا وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. الله حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر فما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. فما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهروا قالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون فإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به
الحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون فإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فقالوا إن نتبع الهوى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى فلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا له ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك الغفور ذو الرحمة فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من
الكنوز مفاتحه ما لتنوء بالعصبة أولي القوة وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الضالين إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لات وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا فإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا وتخلقون إلا يملكون لكم رزقا وأولئك لهم عذاب أليم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما كان جواب قومه إلا أن قال اقتلوه وحرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار فما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فوهبنا له إسحاق ويعقوب
ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا فإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين إنا منزلون على أهله. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاقوا بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. فإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقارون فرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا فإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وما تسمعون. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الذي لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اللهم تقبل منا هذه صلاة عشاء مع السنة مع تراويحنا وجميع نقصاناتنا وتقصيراتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا أكرم الأكرمين أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلني مقيم صلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الموزيبين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الله أكبر الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا إلهي آمين اللهم تقبل منا هذه صلاتنا وارض عنا مع جميع نقصاناتنا وتقصيراتنا ولا تزيد بها وجوهنا ولدك طيبتك يا الزمان البحر قبول مستجاب ولاحي أهل جماعتهم يخبر مغفرات فرمي ولاحي گذشتگان أهل جماعتهم مغفرات فرمي تنی صحت و خاطر جمع فیض و برکات اهل خانواده اهل جماعتهم يخبر عطا فرمي خداوندا تنجی آرامی دولت آمای تنجی آرامی اهل خانواده اهل محله های پایدار و استوار بگردانی باقی مانده شهرها و روزهای ماه شریف رمضان و طاعت و عبادت گزارنده و نصیب دار گردانی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.